إن 3 مروحيات تابعة للقوات الخاصة في الجيش توجهت إلى مكان إقامة الرئيس التركي في مدينة مرمريس، وعلى متنها 40 عسكريا. كانت الأوامر من قادة الانقلاب باعتقال أردوغان أو قتله، لكن عندما وصلت هذه القوة كان الرئيس التركي قد غادر قبل 44 دقيقة، ودارت في محيط الفندق اشتباكات بين الحرس الخاص لأردوغان والانقلابيين. ومما كان مدبرا أيضا أن يتم اغتيال أو اعتقال شخصيات سياسية تركية. وبحسب خطط الانقلاب فإنه كان مزمعا إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر للتجوال في عموم تركيا في الساعة 6 صباح يوم 16 من يوليو تموز، ليتم بعدها تشكيل مجلس لإدارة شؤون البلاد يتكون من 80 شخصية ذكرت أسماءهم تفصيلا في الوثائق، على رأسهم العقل المدبر لمحاولة الانقلاب قائد القوات الجوية السابق الجنرال أكن أوزتورك، الذي كان سيتسلم قيادة الأركان خلفا للجنرال خلوصي أكار. ذكر أيضا اسم الجنرال بكير أرجان فان قائد قاعدة إنجرليك العسكرية الذي كان سيدير مدينة أضنة. أما الجنرال سردار أحمد جندودو فكان مفترضا أن يدير مدينة جناق قلعة حيث أهم المضائق البحرية. الجنرال هداية آري كان سيسلم إدارة مدينة أدرنة على الحدود مع اليونان وبلغاريا. الجنرال مراد سويسال كان مخططا له إدارة مدينة غازي عنتاب على الحدود السورية. يتضح من الوثائق أن أمرا ما قلب الطاولة وبدل الخطة فسارت في غير ما كان مقدرا لها. لم تكشف الوثائق ما هو هذا الأمر، لكن وسائل إعلام تركية تناولته تفصيلا وتحدثت عن كلمة السر في إبطال خطة الانقلاب، وهو الجنرال خلوصي أكار رئيس هيئة أركان القوات المسلحة التركية. وفق رواية وسائل الإعلام فإن خبرا وصل لقائد الأركان بأن أمرا يدبر للانقلاب على حكم أردوغان. اتصل خلوصي أكار بقائد الجيش الأول الجنرال أمود دندار وأطلعه على هذه المعلومات، فتحدث قائد الجيش الأول مع الرئيس التركي مباشرة وطلب منه مغادرة مكان إقامته في مرمريس لأن هناك خطرا على حياته. ونصح هذا القائد العسكري أردوغان بتوجه إلى اسطنبول وليس أنقرة. غادر الرئيس التركي الفندق مباشرة، وبعدها بدقائق وصلت قوات الانقلابيين بحثا عنه. دعا هذا الأمر مدبري الانقلاب لأن يغيروا خططهم. سيذكر الأتراك حتما أن قائد رئاسة الأركان خلوصي أكار وقائد الجيش الأول الجنرال أمود دندار